توقع خسارة المغرب أمام الأرجنتين لأقل من 20 سنة. تذكروا كلامي جيدا، المغرب سيخسر بهزيمة ثقيلة. الأرجنتين منتخب قوي وسيفوز بنهائي كأس العالم لأقل من 20 سنة. أنا أرشح المنتخب الأرجنتيني يقدر يفوز بكأس العالم لأن عنده تعداد جد ثري، عنده ثقافة تاع كرة القدم. الفريق الأرجنتيني مثل المنتخب الأرجنتيني مثل المنتخب البرازيلي. نعرفوا باللي هذه منتخبات دائما ما تصنع الإثارة في الكؤوس العالمية. الأرجنتين عندها حظوظ أكبر يعني اللي تتوج باللقب. خسرها مع ألمانيا في 90 بسبب الحكم المكسيكي. في 2014 مع المانيا يعني اللي ربحت 7-1. يبقى الحظوظ للارجنتين كبيره. توجور تخرج لاعبين، نشوفوا لاعبين توجور كبار يلعبوا في احد هدايا. نظن باللي بالك راهو طاكين في المنتخب الارجنتيني، والمنتخب الارجنتيني نظن كما تكلم محمد منتخب، نظن المنتخب اللي عنده جرينتا اللي يعتمد على الاستحواذ، يعرف كيفاش يمشي الكره ديالو. نظن باللي مش حتكون مباراه سهله للمنتخبين، ولكن لا ريوسيدي تاع الفريق الارجنتيني احسن. في المنتخب الارجنتيني سيطر في كل المقابلات تاعو اللي لعبهم، سيطر كاع على الفرق اللي يلعب كونتر عليهم. نعم صراحه. نظن باللي كي تشوف نسبه الاستحواذ توجور تشوف 70% المنتخب الارجنتيني. باللي كما قال لك ياسين امبوسيبل المنتخب الارجنتيني يريح الوراء ويريح يستنى.